ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين ان شاء الله. عمركم سألت نفسكم هل شهر رمضان هو شهر الفرجة على التلفزيونات والأنتخة وشراء المكسرات بقى والعزومات ويميش رمضان والحاجات دي، ولا هو شهر روحانيات؟ هل رمضان هو شهر الأكل والزيارات ولا شهر العبادات والروحانيات؟ ليه لما بيجي شهر رمضان بنلاقي نفسنا محاصرين باعلانات بقى بلح ومكسرات ويميش رمضان وفوانيس رمضان وكنافه؟ بنلاقي حمله اعلانات رهيبه ملهاش معنى وملهاش عدد، وعروض على كل حاجه، حرفيا كل حاجه بمناسبه رمضان. بمناسبه رمضان اشتري كذا وتاخد معاه كذا. ماشي، ليه بقى موسم تسويقي من الدرجه الاولى؟ النهارده انا هتكلم معاكم عن ليه شهر رمضان الشركات استغلته، او ازاي شهر رمضان الشركات استغلته وبدأت تلعب عليك علشان خاطر تخليك استهلاكي اكتر. اول حاجة الشركات بتلعب على العاطفة. ماشي، رمضان شهر عاطفي روحاني كله عبادات مش عارفة ايه. الشركة عارفة ده، فبتلعب على المشاعر دي، بتلعب عليك، بتلعب على احساسك بالخير والعطاء. والاعلانات بتربط دايما المنتجات بقيم رمضان زي لمة العيلة، الكرم، التراحم، مش عارفة، صلة الرحم، وتحسسك انك عايز تشتري. ماشي، تاني حاجة الاعلانات جرعة مكثفة من الاغراء. رمضان بيتنشر فيه اكبر حملة اعلانات في السنة، اعلانات اطول من رمضان واطول من المسلسل اللي بيتعرض كمان. ماشي، وتكرار الاعلانات دي بيرسخ جواك انك عايز تشتري، ماشي، او بيرسخ المنتج جواك وبيخليك دايما انك عايز تشتري حتى لو انت مش محتاج. وده جزء من علم النفس التسويقي، ان حسسك ان انت محتاج تشتري مع انك مش محتاج تشتري. العروض والخصومات الزائفة اللي الشركات بتوهمك بيها او الوهمية. عروض شهر رمضان في الحقيقة هي بتكون اسعار ضخمة قبل الخصم، ماشي، او خصومات على منتجات بجودة اقل. ماشي، يعني هما بيبقوا رافعين الاسعار قبل رمضان ويجوا عند رمضان يقولك هنعمل خصم فيقللوها مثلا 10% 12%، لكن في الحقيقة هي منتجات او ممكن تكون منتجات بجودة اقل كمان. والطريقة دي هي اللي هتخليك تخاف انك يفوتك حاجة، هتخليك تخاف ان يفوتك حاجة او يفوتك العرض الخاص او يفوتك سعر مثلا كان غالي وبعد كده رخص، فيا حرام هيفوتك بقى فالحق اشتري، وتخليك مزنوق ومحتاج حتى لو انت مش عايز تشتري. تالت حاجة هي ايه؟ هي الطعام ومبالغة في الاستهلاك. سوري يا جماعة، دي رابع حاجة هي الطعام ومبالغة في الاستهلاك. رمضان المفروض اللي هو شهر الصيام والتقشف اتحول بقى موسم اكل وعزومات اللي بيكلف اضعاف الشهر العادي. والاعلانات بتشتغل هنا وبتروج لفكرة ان السفرة او الفطار لازم يكون سفرة مليانة، يجيبوا لك عيلة مثلا متلمة 15 نفر 25 نفر ملمومين حوالين مثلا ديك رومي كده. ماشي، فبيسووا لك السفرة لازم تكون مليانة رغم ان الجسم مش محتاج ده بعد كل يوم صيام يعني. ماشي، لحد ما بقى واقع فعلا تخش البيوت تلاقي العيله كلها متجمعه، ولازم تتجمعوا عندنا في رمضان، ولازم تفطروا عندنا في رمضان، مش عارفه لازم تيجوا عندنا، ده احنا مش عارفه هنفطركم محشي. دايما المحشي ده اكله رسميه في رمضان، محشي. وحتى لو معهمش بيروحوا يستلفوا عشان خاطر يعزموا بقى، تلاقي واحده هتعزم خطيبها او واحده عايزه تعزم مثلا اهل مش عارفه خطيبها وبتاع، مع ان رمضان مش محتاج لكل ده. طب وليه الاعلانات بتكون اطول من حياتنا واطول من المسلسل ذات نفسه؟ عشان التكرار دايما هو التكرار يعلم الشطار على رأي المثل، فبالتالي التكرار ده بيرخص جواك ان المنتج ده انت محتاجه حتى لو انت مش محتاجه فعلا. ماشي، تاني حاجة كل ما تقريبا ما الاعلان اتعرض على القناة كل ما دخل ربح للقناة. ماشي، كل ما تقريبا الاعلانات زادت على المسلسل كل ما المسلسل نجح، فده كمان بيخدم المنتجين وبيخدم ايه المعلنين، والمنتج بيتباع اكتر كمان، لانهم بيلعبوا على ضغطك النفسي، بيلعبوا ان انت محتاج المنتج ده مع التكرار والالحاح الغير مباشر. يبقى ازاي بقى تحمي نفسك من خدع الاعلانات في رمضان و... وابتدي ترجع شهر رمضان لوضعه الطبيعي، شهر التقصف والصيام والاحساس بالفقير وكده؟ لازم تفك شفرة الاعلانات دي اول حاجة، والهدف منها مش كل ما تشوف اعلان تصدقه، وخد خطوة لورا دايما لما تشوف اي اعلان، شوف الاعلان ده هيفيدني بجد وبيبيع حاجة انا محتاجها بجد ولا مجرد بيغريني وخلاص. تاني حاجة ما صدقش العروض الوهمية، مش كل التخفيضات حقيقية. ماشي، ما تجيش ورا اي كلمة خصم او مش عارفة لفترة محدودة او قبل نفاذ الكمية والحاجات دي. بعض المحلات بتغلي الاسعار قبل رمضان وبعد رمضان بتعمل خصم زي ما انا لسه قايله لكم. ماشي، تالت حاجة هي الشراء بعقل. لازم نشتري بعقل وبحاجة وليس بالعاطفة. ماشي، اسأل نفسك هل انا فعلا محتاج الحاجة دي ولا لا، ولا مجرد اغراء. استنى يوم او اتنين او اسبوع. ماشي، وما تزنقش نفسك في الوقت ده وتقول انا اكيد محتاجه، شايفين البيت من غير فلان عامل ازاي او البيت من غير الحاجه دي عامل ازاي. ما تحطش نفسك في وضع ان انت لازم تشتري،
لا، فكر كويس هل انت محتاجها ولا لا. اعمل قائمة مشتريات، قول انا محتاج ايه، ماشي، ولا لسه مجرد خصم وخلاص، انا محتاجة فعلا ده ولا لا. وده كلام لستات البيوت او الناس اللي بتنزل تشتري سواء رجالة او ستات. اعمل قائمة مشتريات واسأل فعلا هل انا محتاج المنتج ده ولا لا. خطط لمصاريفات رمضان، اعمل ميزانية، حطي ميزانية مش هتخرجي عنها، وتجنبي العاطفة والشراء الزايد خصوصا في اول اسبوعين، والاعلانات هتنزل تلف بقى على دماغكم. فخلي بالكم من الموضوع ده، وحددوا ميزانية، احنا محتاجين كذا ومحتاجين كذا ومحتاجين كذا، وكذا ده بكذا، احنا حاطين لكذا ده كذا وكذا ده كذا، كذا ده مش هيخرج عن كذا كده يعني. حاجة رقم 6 هي فهم أساليب التسويق اللي بيبقى في رمضان بالذات. نفهم كلمة فترة محدودة، عرض خاص، آخر فرصة، مش هتتكرر، مش عارفة ايه، اللي هو الإلحاح الزايد. أول حاجة الإلحاح الزايد ده، ويحط لك بقى الإلحاح غير مباشر، فترة محدودة، عرض خاص، آخر فرصة، مش هتلحق، لازم تلحق، مش عارفة ايه، ماشي. والاستعجال، فكر قبل ما تشتري، وادي نفسك من يوم لأسبوع زي ما أنا قلت لكم من فوق، لأن الاستعجال ده بيحسسك إنك مزنوق وتحت ضغط ولازم تشتري. ولازم تستخدم السوشيال ميديا في صالحك، تتابع ناس بتتكلم عن ميزانيات رمضان، بتخطط للتوفير، بتخطط للاستهلاك الذكي، وكمان تقارن الاسعار ببعض، ماشي. ما تروحش تتابع ناس مجرد هي بتشتري وخلاص، او الفود بلوجر وكده. وتنظيم الاستهلاك والبعد عن الشراء الزايد والدعاية وخلاص. واخر حاجة يا جماعة، لازم تعرفوا ان رمضان مش موسم اكل، مش موسم شراء، مش موسم عزومات، ماشي. هو فرصة لتنظيم الاستهلاك والتقشف، ماشي. والقرب لو في ناس مثلا متدينة حابة تقرب من ربنا بتستغل الشهر ده، ماشي. وفي ناس كمان عايزة تخس بتستغل الشهر ده، ماشي. فلازم نستغل رمضان الاستغلال الصحيح، ونكون واعيين باحنا بنتفرج على ايه وايه بيدخل في دماغنا، ماشي. وكمان نبعد عن المسلسلات ونحاول نقل منها على قد ما نقدر، مش بقول ما نتفرجش، بس نحاول نقل منها على قد ما نقدر، لان المسلسلات دي بتخلينا نطبق مع حاجات احنا ما كناش حابينها، او بتغرس في معتقداتنا حاجات احنا عادي كنا رافضينها، بس مع الوقت ومع تكرار المسلسلات بقى في رمضان وبعد رمضان، ماشي. فده بيأثر على معتقداتنا، ماشي. ونتجنب الانتخة ونتجنب القعدة على السرير، ماشي. حتى لو احنا بنروح شغل، مش بعد ما نروح الشغل نرجع نتفرج على مسلسل او ناكل او نفطر او كده، ماشي. وبالنسبه للرجاله، ما تفطروش على سجاير، دي اهم حاجه، دي اهم حاجه في رمضان، ما تفطروش على سجاير خالص. وارجوك روح ساعد مراتك وهي بتعمل الاكل، او ساعد امك وهي بتعمل الاكل، او ساعد اي حد في البيت بيعمل، حتى لو عندك عامله ساعدها وهي بتعمل الاكل، ارجوك. ارجوك ما تفطرش على سجاير، ارجوك، دي حاجه مهمه جدا لان حاجه مستفزه بصراحه. وما تخليش المسلسلات تأثر عليك في رمضان وتلهيك عن حاجات تانية، وما تخليش الإعلانات تأثر على قراراتك وتخليك تشتري وانت مش محتاج، وتحولك لكائن استهلاكي بحت. بس كده يا جماعة أكون خلصت، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات كتير، في حاجات حلوة إن شاء الله كتير قوي جاية، ماشي. لو عجبكم الفيديو دوت ما تنسوش تعملوا لايك، ماشي، وسبسكرايبيشن وايه وشير في كل مكان، بس بمناسبة شهر رمضان. يلا مع السلامة.